بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني. يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين والغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كانت عاقبة الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. أحييكم أينما كنتم عبر هذه الفضائية المجاهدة، فضائية سوريا الشعب الناطقة باسم الثورة السورية المباركة، بارك الله فيها وبالقائمين عليها. السلام عليكم يا شعب سوريا، أيها الشعب الثائر المنتفض، أيها الأخيار، أيها الأحرار، أيها الأبرار. السلام عليكم في كل مدينة، السلام عليكم في كل قرية، السلام عليكم أينما كنتم في داخل سوريا أم في الشتات. السلام على رجالكم، السلام على نسائكم، السلام على أطفالكم، السلام عليكم يا صناع الحرية والمجد، السلام عليكم يا من تقدمون الشهداء قوافل تتلوها قوافل، السلام عليكم يا من تقومون بغسل أرض سوريا الطاهرة المباركة بدمائكم. السلام على أمهات الشهداء، السلام على آباء الشهداء، السلام على أبناء الشهداء، السلام على الجرحى، السلام عليكم أجمعين يا شعب سوريا. رحم الله شهداءكم وشفى الله جرحاكم ورد مشردكم. فاعلموا يا شعب سوريا أن ثورتكم منتصرة لا محالة، فهي قدر من قدر الله، وما كان من القدر لا يبطله البشر. فثورتكم ثورة مباركة منذ عام ويزيد، منذ 14 شهرا، والعصابات المجرمة المختطفة لسوريا تحاول أن تخمد ثورتكم، تحاول أن تطفئ لهيبها، ولكنهم لم يستطيعوا. فلم تبقى وسيلة من الوسائل إلا واستخدموها من أجل أن يركعوكم، ولكنكم تردون عليهم: لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله رب العالمين، لا لن نركع. ونقول لبشار: إن قدرك مرسوم، إن قدرك محتوم، ومصيرك محتوم، وقدرك مرسوم. لن تبقى
فالثورة السورية الآن تسير نحو تحقيق أهدافها بالحرية والعزة والكرامة. الآن الثورة السورية على وشك أن تنتصر، ستعيد سوريا إلى أهلها، ستعيد سوريا حرة أبية إلى شعبها، سيعود الشعب السوري شعبا حرا كريما. وإنني أقول لكم يا شعب سوريا، إن ثورتكم أنجزت إنجازات ضخمة فاجأت العالم، إنجازات هي تبشر بالنصر القادم وتدل على أن ثورتكم منتصرة، فهي حققت أهدافا عظمى في طريق التحرير وطريق النصر وطريق الحرية وطريق العزة والكرامة. فهذه العصابات التي تختطف سوريا منذ 50 عاما باسم حزب البعث وتتغطى وتتلحف بحزب البعث، هذه العصابات الطائفية الحاقدة التي أذلت كل عزيز في سوريا، التي أذلت كل كريم في سوريا، وجوعوا الناس وقهروا الشعب وأذلوه واضطهدوه عبر 50 عاما، وارتكبوا المذابح والمجازر، وبنوا سدا ضخما رهيبا مرعبا، سدا من الخوف والرعب والذعر. أخافوا الرجال، أخافوا النساء، أخافوا الأطفال، فحتى أن الناس صارت تعتقد بأن الحيطان أو الجدران لها آذان وعيون ترى وتسمع. وفجأة وبعد 50 عاما فإذا هذا الجدار ينهار فجأة، وإذا بكم يا شعب سوريا تخرجون من الرماد، لتهدموا هذا الحائط، لتزيلوه من الوجود، فتخرجون مرة واحدة من شمال سوريا إلى جنوبها، وبداية من حوران، من درعا درة حوران، درعا الحرة الأبية، درعا أهلها الأحرار الأبرار الأخيار. تنطلق الثورة فتفاجئ العصابات الحاكمة في سوريا المختطفة لسوريا، فتضطرب ماذا حصل وكيف حصل. هل ذهب كل جهدنا، كل مذابحنا، كل ثقافة الرعب التي بثثناها في الشعب السوري، كل هذه السلسلة الطويلة من المخازي والجرائم تذهب سدى؟ إنه أمر من أمور الله، إنه قدر من قدر الله يا شعب سوريا. تحية لكم يا شعب سوريا، فأنتم مع النصر على موعد. فأول إنجاز لكم أنكم هدمتم حاجز الرعب والخوف، وتخلصتم من ثقافة الرعب والعبودية التي عمل النظام على 50 عاما، في خلال 50 عاما على زرعها في نفوس الرجال والنساء والأطفال والشيب والشبان. نظام أو عصابات لا تعرف الشفقة، لا تعرف الرحمة، لا تعرف الإنسانية. عصابات متوحشة من آكلة اللحوم، عصابات حاقدة على الأمة، حاقدة على تاريخها، حاقدة على ثقافتها وحضارتها. عصابات تعادي الأمة اعداء عقائديا، ولذلك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهم قد أعلنوا الحرب على الله منذ عام 63، وهم قد أعلنوا الحرب على الله. فالتدين ممنوع في سوريا، والعبادة العلنية ممنوعة في سوريا، وخصوصا في الجيوش، وخصوصا في الجيش. كل من كان يضبط يصلي يعتبر رجعيا، ويعتبر خطرا على الأمن العام، ويحاكم محاكمة إجرامية صورية، وقد تصل إلى حد الإعدام. هدموا المساجد، حرقوا المصاحف، قتلوا كل حر في سوريا، واطمأنوا
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فالله سينتقم منكم أيها العصابات الحاكمة، سينتقم منكم الشعب السوري بأمر الله وبقدر الله، سينتقم منكم، سيحاسبكم حسابا عسيرا على كل جرائمكم التي ارتكبتموها خلال 50 عاما. لا ذنب للشعب السوري في هذه إلا أنه يقول ربنا الله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فأبشروا يا شعب سوريا، إن الله معكم وهو ناصركم، فالنصر قادم لا محالة، فثورتكم قد تجذرت، وإرادتكم وعزيمتكم بعد مرور عام عليها وبعد كل المذابح بعد أن لم تبقى أي وسيلة للقتل أو الذبح أو التدمير والإرهاب والإرعاب من أجل إعادة بناء سور الرعب والخوف، حاجز الرعب والخوف، سد الرعب والخوف، فما أفلح النظام ولن يفلح، لأن الله قد أخرجكم، وثورتكم هي أمر رباني وقدر رباني، هي قدر الله في أرضه. ولذلك أنتم يا شعب سوريا الآن تصنعون التاريخ، تصنعون المجد، تصنعون العزة، تصنعون الحرية، تصنعون الكرامة. يا سلام عليكم يا شعب سوريا، فهذا إنجاز عظيم لثورتكم، وهو إنجاز ضخم لثورتكم. أما إنجازكم الثاني يا شعب سوريا، أما الإنجاز الثاني لثورتكم المباركة يا شعب سوريا، هي أنها كشفت وفضحت وهدمت أخطر مشروع كان يستهدف الأمة، يتستر بالإسلام ويتستر بالمقاومة ويتستر بالممانعة. مشروع خطير، مشروع عقائدي استئصالي يريد أن يستأصل العروبة والإسلام من ديارنا، يريد أن يأخذ بثأر القادسية. إنهم الفرس المجوس، إنهم الصفويون. جاء العصابات الحاكمة في سوريا لتغطي هذا المشروع وتقدم له كل التسهيلات باسم المقاومة وباسم الممانعة. هذا المشروع الذي كان يستهدف قبر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المشروع الذي في عقيدته يقول أننا يجب أن نبيد العرب لأنهم يحقدون على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عربي. فهذا المشروع الخطير كان هو الوجه الآخر للمشروع اليهودي الصهيوني في فلسطين. إنهم يحملون نفس العقيدة ونفس المبادئ، إنهم يستهدفون الأمة. وكان المشروع اليهودي مشروع مكشوف، لا أحد يدافع عنه إلا من كان خائنا وعميلا. أما المشروع الصفوي كان يدافع عنه دعاة التقدمية، دعاة الثورية، دعاة المقاومة الكاذبة والممانعة الكاذبة والمخادعة، الذين كانوا يحملون روح الحقد على الأمة، كانوا يغطون هذا المشروع ويدافعون عنه باسم المقاومة والممانعة، كذب بكذب. فهذا المشروع الخطير الذي تسلل لأمتنا جاءت ثورتكم المباركة يا شعب سوريا لتفضحه وتفضح القائمين عليه. وإذا بالقائمين عليه هم الذين يذبحونكم، هم الذين يهدمون مساجدكم كما فعلوا في العراق. لقد هدموا المساجد في العراق وقتلوا كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في العراق
العراق قتلوا كل من يحمل اسم أبي بكر، قتلوا كل من يحمل اسم عمر، قتلوا كل من يحمل اسم خالد وعثمان وسعد وشرحبيل، قتلوا وصلاح الدين، قتلوا كل من يحمل أسماء قادتنا الذين نعتز بهم ونفتخر، الذين صنعوا لنا مجدا، صنعوا لنا حضارة، صنعوا لنا عزا، صنعوا لنا تاريخا نعتز ونفتخر به. جعلونا في يوم من الأيام نقف على قمة الزمان، نشير للبشرية من هنا الدرب يا أيها الناس، ننير لهم الطريق، نهديهم سواء السبيل، نجعل البشرية تعيش في مرحمة وفي عدل. أقمنا حضارة من أعظم الحضارات في البشرية في التاريخ، حضارة قائمة على العدل، على الرحمة، على البر، على الصدق، على عدم الغش، على التعاون على البر والتقوى. نشرنا، ولذلك الإسلام تجاوبت معه الشعوب كافة، فما واصل الإسلام إلى منطقة إلا ودخل أهلها في الإسلام أفواجا لما وجدوا فيه من رحمة وعدل. فإذا بالإسلام يمتد من الأندلس إلى الصين، والراكب يمشي بينهما تحت راية التوحيد، لا يخاف إلا الذئب على غنمه. ولذلك هؤلاء حقدوا علينا لأننا حملنا الإسلام إلى فارس، حملنا الإسلام حمل هؤلاء القادة الفاتحين، هؤلاء العظماء حملوا الإسلام إلى ما وراء بلاد فارس، إلى بلاد ما وراء النهرين، إلى سيحون وجيحون، حتى وقفنا يوما على أبواب موسكو وعلى أبواب فيينا، وإذا بجنود الفتح يطرقون القسطنطينية، وإذا نحن في أعماق أوروبا، بفضل هؤلاء القادة الفاتحين، بفضل هؤلاء الذين صنعوا مجدنا، والذين جعلونا نقف على قمة القرون يوما. إنهم يحقدون عليهم. لماذا يحقدون عليهم؟ لو كانوا يحملون نفس عقيدتهم، نفس ثقافتهم، نفس دينهم، ما حقدوا على هؤلاء القادة، ما حقدوا على بكر وعمر الذين حملوا الإسلام إلى الأرض، حملوا الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه الحقد الماجوسي حقد على من أطفأ نارهم. ولذلك جاءت ثورتكم المباركة يا شعب سوريا لتحطم هذا المشروع الخطير الذي يستهدف الأمة من جذورها ويستهدف ديارها. وكل من يدافع عن هذا المشروع هو جزء من أعدائنا وليس من أمتنا، ولا يحمل عقيدتنا ولا ينتمي لنا أبدا. ولذلك هذا المشروع الخطير كاد أن يستفحل وكاد أن ينجح لولا أن الله بعثكم يا شعب سوريا لتخرجوا فتهتفوا هتافا واحدا: لا إيران ولا حصن ولا حزب اللات، لا حزب اللات ولا إيران. الشعب السوري بده يحكم بالقرآن. فتحية لكم على إنجازكم العظيم يا شعب سوريا. وقد يقول البعض أنني مفتري، وأنني أبالغ، وأنني أكذب، وأنني أروي الروايات والحكايات. ومن على هذا المنبر أتحدى أن يخرج كبير الكهنة وكبير زعيم إيران آية الله الخمنئي أن يخرج ويقول: نحن نترضى على أبي بكر، نترضى عن عمر، نترضى عن عثمان، نترضى عن سعد وخالد، ويقول أن القادسية هي معركة نفتخر ونعتز بها لأنها حملت الإسلام إلينا في فارس. وإنني أتحدى نصر اللات زعيم حزب اللات في لبنان الذي قام اليوم بتفجير دمشق وبقتل بقتل الموحدين في سوريا اليوم، بقتل المسلمين في سوريا اليوم، يفجر وسط دمشق اليوم بدون شفقة ولا رحمة، ويضعون في
السيارات المتفجرة المفخخة يضعون فيها جثث من عذبوهم ومن قتلوهم في دوائر أمنهم وفي أقبيتهم السرية، يضعونها لتتفجر في الشوارع حتى يختفي هؤلاء ويقولون أنهم قتلوا في التفجيرات. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم يا أعداء الله. السلام عليكم يا شعب سوريا. لقد أنقذتم الأمة من هذا المشروع الخطير الذي كاد أن ينطلي على الأمة، كاد تحت المقاومة والممانعة ينطلي. والله عندما كنت أحذر منه من سنوات وسنوات كان يتصدى لي الكثير لأنهم قد خدعوا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى انكشف الخداع، انكشف الكذب، انكشف التضليل، فإذا الأمة تعرف الحقيقة وتعرف أنها كانت مستهدفة. فتحية لكم يا شعب سوريا. إن هذا الإنجاز إنجاز عظيم، والإنجاز الكبير يا شعب سوريا هو تشكيل هذه الكتائب المجاهدة، هذه الكتائب المقاتلة، هذه الكتائب التي بعد أن تخلى العالم عنكم يا شعب سوريا، بعد أن تآمر العالم كله عليكم يا شعب سوريا، وأن إسرائيل والكيان اليهودي الغاصب هو الذي يقود المؤامرة عليكم يا شعب سوريا وعلى ثورتكم المباركة يا شعب سوريا، ففسحت المجال لدبابات العصابات العلوية الحاكمة في سوريا، دبابات الحلف الصفوي أن تقترب من الجولان. فكل بقعة في سوريا الآن تسيل فيها الدماء وتضرب بالمدفعية إلا فإنها هادئة آمنة مطمئنة يتمتع بها اليهود في مستوطناتهم على الجولان المغتصبة. إنهم كما يقال بالعامية يشمون الهوى ويتفسحون في الجولان، وأنتم وكل الدبابات في عب الجولان في درعا تذبح الأطفال وتذبح الرجال وتذبح النساء. أي مقاومة هذه، وأي ممانعة هذه، وأي كذب وأي تضليل هذا منذ 40 عاما، منذ الحرب المؤامرة والحرب التحريكية التي كادت أن تضيع فيها بقية سوريا وأن تسقط دمشق لولا أن الله سخر الجيش العراقي فجاء لينقذ الموقف، وكانت هناك جيوش عربية تدخلت لإنقاذ الموقف لذهبت دمشق وذهبت 29 قرية، وبعدها تم فك الارتباط الأول والفك الارتباط الثاني، ومنع عصفور أن يتسلل إلى الجولان أو يجتاز الحدود إلى الجولان. إسرائيل تعيش آمنة مطمئنة رغم أن الجولان مقتل كيان يهود. الجولان هكذا موقع لمن لا يعرف الجولان موقعه بالنسبة لفلسطين هكذا، هذا الجولان وهذه فلسطين، وهكذا تسيطر الجولان على فلسطين وحففها حادة باتجاه فلسطين، ولا يمكن لأي دبابة أن تجتازها أو تصعد إليها. قام حافظ الأسد بتسليمها في 67 بدون قتال، وكان وزيرا للدفاع، وأعلن عن سقوط الجولان قبل أن تسقط ب3 أيام، حتى أن مندوب سوريا في هيئة الأمم أعلن عن سقوط الجولان، وقام مندوب إسرائيل يكذبه يقول له إحنا قواتنا لم تدخل الجولان. فكان اتفاق، وأعلنوا عن تنفيذ الاتفاق من طرف واحد قبل أن يقوم، لأن كانت القوات الإسرائيلية مشغولة في الجبهة المصرية والجبهة الأردنية، وأنهت السيطرة عليهم بالمعركة المسرحية الهزلية التي نعرفها، وخرجوا وصعدوا إلى الجولان ولم تطلق طلقة واحدة،
والله لو تم مقاومة الدبابات الإسرائيلية بالحجارة ما تمكنت إسرائيل أن تحتل الجولان. والله لو سكب الزيت على الممر الوحيد وعلى حفظ الجولان ما استطاعت إسرائيل أن تصعد إلى الجولان. فأي مقاومة هذه وأي ممانعة؟ سلموها تسليم اليد. وقام وزير الدفاع حافظ الأسد بإصدار أمر عسكري لكل القوات المتواجدة في الجولان بالانسحاب الكيفي. أي الانسحاب الكيفي أن القوات كل إنسان وكل فرد في القوات الجيش تنسحب على كيفها وكما تريد وتهرب بالطريقة التي تجدها مناسبة. ولذلك كان قائد الجبهة واحد اسمه محمد المير، فصار الشعب السوري يقول محمد المير صبح شارد على الحمير. هاي نكتة معروفة عند الشعب السوري في 67، يقولوا محمد المير صبح شارد على الحمير. وحقيقة هربوا. وبعدها من يرتكب جريمة بمثل هذا الجريمة وبهذا الحجم ويضيع الجولان مقتل إسرائيل، لأن الجولان حقيقة مدفعية تنصب على الجولان أو صريخ تصيب أي نقطة في فلسطين المغتصبة، تصيب أي نقطة للعدو وتصيبه إصابة قاتلة. ولذلك كان لابد من تأمين إسرائيل تأمينا قويا وحصينا. فقام حافظ الأسد أبو هذا بشار الأسد هو الكلب وابن الكلب والكلب جدهما، ولا خير في كلب تناسل من كلبي. فعائلة الكلاب هذه تتحكم في مصير الأمة، تسلم ديارها دون سائل ودون حسيب ودون رقيب، بل ويهتف باسم الزعيم. وتحول حافظ الأسد في سوريا بعد هذه الجريمة الكبرى وبعد كل جرائمه إلى إله يعبد من دون الله. أصبحت عبادة الفرد وأفكار حزب البعث هي بديل للإسلام، ويجب أن تعبد. ولذلك ليس من فراغ أن ما يسمى بالشبيحة، هؤلاء المجرمون، هؤلاء الحثالة، هؤلاء الذين خرجوا من المراحيض، هؤلاء الذين خرجوا من العفن، الذين يجبرون شعب سوريا الحر الأبي، يجبرون كل من يلقون القبض عليه يقولون قل لا إله إلا بشار. قاتلكم الله أنى تؤفكون، قاتلكم الله يا أعداء الله، قاتلكم الله. إن الله سينتقم منكم وسينتقم من بشار. ألم ترى يا بشار بأم عينك كيف حصل مع القذافي عدو الله ملك ملوك الجرذان؟ ألم ترى كيف حصل مع ملك ملوك الجرذان؟ كيف أخذ يتوسل شعب ليبيا ويقول لهم ارحموني، وهو لم يرحمهم خلال 40 عاما. كان يتوسل بذلة ويبكي بين أيديهم. فشفى الله صدور قوم مؤمنين. لن تكون نهايتك أفضل من نهاية القذافي يا عدو الله. ألم ترى فرعون مصر اللامبارك اللعين كيف كان يجلب إلى المحكمة وهو ممدد على السرير كأنه فرعون؟ فالله نجى فرعون ببدنه، ولكن فجى فرعون اللامبارك نجاه ببدنه وروحه ليأخذ ليلحق به الخزي والعار والذل، ليرى ذل نفسه في الدنيا، ليرى ذل نفسه في الدنيا قبل الآخرة. ألم ترى بأم عينك إنك هذه الجرائم التي ترتكب وهذه المذابح التي ترتكبها لن تنجيك. واليوم ارتكبت جريمة ضخمة في وسط دمشق. تريد أن تنقذ نفسك، تريد أن تفك الحبل الذي بدأ يشد على رقبتك ويكاد يخنقك.
فقمت اليوم بجريمة كبرى وتقول أن وراءها العصابات المسلحة والجيش الحر. إن كل شريف في الجيش السوري، إن كل حر في الجيش السوري، إن كل ابن حرة في الجيش السوري ترك جيشكم الأسدي العلوي الحاقد على الأمة، فخرج وهو يكبر، خرج وهو يزمجر ويكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وما لنا غيرك يا الله. فيا شعب سوريا، أنتم مع النصر على موعد، ولكن عليكم أن تأخذوا بأسباب النصر، وأنتم قد بدأتم تأخذون بها، ولكن عليكم أن تتمكنوا منها، تأخذوها بكلها وبحرفيتها حتى ينصركم الله. فيا شعب سوريا، نحن لم ننتصر في التاريخ لا بعدد ولا بعدة، ولا ننتصر بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، وإنما انتصرنا بهذا الدين، وانتصرنا بهذه العقيدة التي عندما تتمكن من النفوس تحول صاحبها إلى صاروخ عابر للقارات، تفجر فيه الطاقات، تفجر في الأمة الطاقات، تجعلها تقبل على التضحية، تقبل على الشهادة، تقبل على مجابهة العدو، لا تخشى إلا الله، تريد رضوان الله وجنة الله وجنة الرضوان، تقبل بهذه العقيدة. فهذه العقيدة التي انتصرنا فيها في بدر، وهذه العقيدة التي انتصرنا فيها في خيبر، وهذه العقيدة التي انتصرنا فيها في القادسية، وهذه العقيدة التي انتصرنا فيها في عين جالوت وفي أجنادين وفي حطين وفي اليرموك، بهذه العقيدة فتحنا القسطنطينية، بهذه العقيدة سننتصر على العصابات الحاكمة في سوريا، بهذه العقيدة ستعود سوريا موحدة لله رب العالمين. فيا شعب سوريا، اجعلوا عقيدتكم صحيحة خالصة، اجعلوا توحيدكم لله رب العالمين، فلا تشركوا معه شيئا، فلا تطلبوا النصر إلا من الله، ولا تستغيثوا إلا بالله، ولا تطلبوا المدد إلا من الله، ولا تقولوا إلا يا الله، فإن الله ممدكم بنصره، وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. فأبشروا يا شعب سوريا، فاجعلوا عقيدتكم صحيحة، ولا تشركوا بالله شيئا، لا وليا ولا شيخا ولا قبرا، ولا إلا تقولوا يا الله كما تقولون الآن، واجعلوا تكبيراتكم تملأ عنان السماء أزيدا من التكبير. أتعرفون ما هو التكبير؟ التكبير هو الذي ينزل الملائكة، هو مفتاح النصر. عندما تسمعه الملائكة تلبي نداء ربها وتنزل لتنقذكم وتنجدكم وتكون معكم بالمعركة، كما استجابت لأمر ربها في بدر والقادسية واليرموك وحطين وكل معارك الإسلام الخالدة. تستجيب الملائكة لهذا النداء الرباني، فمزيدا من التكبير، واجعلوا تكبيراتكم تزأر زأرا. ماشي، فاصل وإن شاء الله نعود إليكم. فاصل. نطقت حروفي بعد فيض دموعي، هيا اخرجي من خاطري وأذيعي. نطقت حروفي بعد فيض دموعي، هيا اخرجي
لعلها تحلو وتحيا لوعة المفجوع. للعالمين قصيدة عن ثائر ولا بغير رجوع، عن ثائر بطل شجاع قد أبى أن ينحني لعصابة بخضوع، وقف الأبي وقد على بهتافه منشدا بجموعي. لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله، لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. حرا أبيا صامدا متألقا كالشمس تشرق بالسماء بالطلوع، لكن غدرا خائنين وحقدهم أردوا جثة فارس مصروع. فالصدر عار والسلاح موجه للرأس لن تنجو بغير ركوع، فأبى الهمام بأن يدنس عزه وأخر عن نفسي لربك بيع. لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله، لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. سالت دماء الحر بعد سقوطه في مشهد قاسي الفصول مريع، فالروح ترقى والرفاق تجمعوا ليضمدوا عبثا فتات ضلوعي. سالت ملائكة الجنان عن الفتى فأجاب أهل الأرض سالت ملائكة الجنان عن الفتى فأجاب أهل الأرض بالتشييع. سنثور بعدك. نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأحرار وأيها الأبرار في كل مكان. نعود لنحييكم مرة أخرى يا شعب سوريا، أيها الثائرون، أيها المنتفضون. السلام عليكم يا أحفاد خالد وأحفاد سعد وأحفاد أبي بكر وعمر. السلام عليكم يا من تصنعون فجرا جديدا لأمتكم
السلام عليكم ورحم الله شهداءكم وتقبلهم في عليين وشفى الله جرحاكم. وأنا هنا نعود إلى ما كنا نتحدث به، إلى الجيش الحر، إلى الكتائب المنضوية تحت الجيش الحر، هذا الجيش الذي خرج من رحم الجيش العصابات، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأخرجكم أنتم يا كتائب الجيش الحر من كتائب جيش النظام، من كتائب الجيش الأسدي الحاقد على الأمة، خرجتم تكبرون وتهللون. فلذلك كل حر، كل أبي، كل من يحمل عقيدة هذه الأمة وينتمي لها ولحضارتها ولتاريخها، عليه أن يغادر الجيش النظامي ويلتحق بكتائب الجيش الحر. هذا الجيش الذي بعد أن تخلت العالم كله تخلى عنكم يا شعب سوريا، خرج هذا الجيش ليحميكم، ليحمي رجالكم، ليحمي نساءكم، ليحمي أطفالكم. هذه الكتائب التي بدأت تنتشر في سوريا وفي جميع أنحاء سوريا وبدأت تدافع عنكم، لا تعتمدوا إلا على الله ثم عليها. لا تظنوا أن الغرب أو الشرق سينقذكم، لا تظنوا أن أمريكا ستدخل لإنقاذكم، لا، لأن النظام أو هي العصابات الحاكمة في سوريا هي مطلب إسرائيلي، هي جزء من الأمن القومي للكيان اليهودي وجزء من الأمن القومي للأمريكان في المنطقة. فهم خائفون من أن يعود الإسلام ليحكم سوريا من جديد. فالذي يتابع تصريحات القادة اليهود في فلسطين المغتصبة يعرف مدى حرص هذا الكيان على بقاء هذا النظام. فكلهم يصرحون وبمختلف مستوياتهم الأمنية والعسكرية والمدنية، يقولون أن ذهاب نظام الأسد في سوريا يعني أن كيانهم، دولتهم التي تسمى بإسرائيل ستصبح في خطر، ستصبح مهددة، وأن المسلمين الذين يرفضون وجود دولتنا سيعدون العدة لإزالة دولتنا من الوجود. ولذلك يقول أن هؤلاء أخلص الناس لنا وأخلص الناس لكياننا، وهؤلاء هم حماتنا. وكلنا يذكر ما صرح به مخلوف ابن خاله للطاغية الأسد عندما قال إنه إذا ذهب النظام في سوريا فستصبح إسرائيل في خطر. ولقد صرح ذلك من قبله في ليبيا ملك ملوك الجرذان لعنة الله عليه وزده من العذاب ضعفين والعنه لعنا كبيرا، عندما قال يوجه الخطاب لأوروبا والأمريكا: يا عالم يا عالم إنه إحنا إذا رحنا رايحة تجيكم القاعدة ورايح يجيكم الإسلام ويجيكم المسلمين ورايحين يخربوا ويدمروا دولة إسرائيل، إحنا حراس ويصبح حوض البحر الأبيض المتوسط وسيطر عليه المتطرفون. هكذا إذن هم كلهم خريجين مدرسة واحدة، ولكن يختلف النظام أو العصابات في سوريا أنها عصابات عقائدية في حمايتها، يعني ولعله يهودي كان هو هذا ملك ملوك الجرذان. وكذلك العصابات في سوريا هي تحمل عقيدة معادية للأمة، عقيدة معادية للإسلام والمسلمين، ولذلك هي تذبح كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تذبح كل من يقول ربي الله. ولذلك الكيان، قادة الكيان الغاصب كلهم خائفون، فرائصهم ترتعد من القادم. ولذلك خرج نتنياهو وذهب إلى أمريكا وقال لباراك: لا تتدخلوا في سوريا،
النظام في سوريا مطلب وجزء من أمننا القومي، وإذا ذهب سنصبح نتعامل مع المجهول ونحن في خطر، وإياكم قال له نحن وإياكم في خطر. ولذلك عندما صرح مخلوف أن ستصبح إسرائيل في خطر يريد أن ينبه الغرب، هذا ليس كذب. ولذلك يا شعب سوريا أقول لكم أن هذا النظام ساقط لا محالة، وهو لن يقوى على الصمود طويلا، لقد أنهك هذا النظام، ولذلك سينهار عاجلا أم آجلا. هذا النظام سينهار عاجلا أم آجلا، مهما ذبح، مهما قتل، مهما دمر، فأنتم قد اجتزتم أكثر من 80% أنجزتم من طريق النصر، لم يبقى إلا القليل، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعد أن قلنا أن صحة العقيدة هي أحد شروط النصر من الله سبحانه وتعالى، وهناك شرط آخر، وهو أن تكون نيتكم لله، أن تكون خروجكم لله، أن تعود سوريا موحدة لله رب العالمين، لتكون كلمة الله هي العليا في سوريا، وكلمة الذين كفروا السفلى في سوريا. فأعداء الإسلام منذ 50 عاما يحكمون سوريا. ماذا كان نتيجة فعلهم؟ ماذا كانت نتيجة فعلهم؟ أذلوا كل عزيز، قهروا كل كريم، جوعوا الشعب، صادروا أمواله، سلموا دياره لعدوه، وهم يزمجرون بالشعارات وأنهم سيحررون فلسطين. لقد أذلوا كل عزيز باسم تحرير فلسطين، دمروا سوريا باسم تحرير فلسطين. فبعثكم الله يا شعب سوريا، خرجتم يا شعب سوريا لتفاجئوا العالم، لتذهلوا العالم بتضحياتكم، تذهلوا العالم بصمودكم. لقد أذهلتم العالم يا شعب سوريا، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا شعب سوريا، فلا تستغيثوا إلا بالله، ولا تستنجدوا إلا بالله، والله ناصركم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالنصر من عند الله. اعقدوا النية يا شعب سوريا أن خروجكم هو في سبيل الله، ومن يقتل ومن يخرج ليكون إذا ما رجع وقتل يكون شهيدا في سبيل الله. فاعقدوا النية على ذلك يا شعب سوريا. فالآن الأمور قد تمحصت، والأمور قد تميزت، فثورتكم قد طالت، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا. فلولا لم تطل ثورتكم هذه، كيف كنا سنرى هذا الشباب المؤمن، هذا الشباب الموحد، هذا الشباب المكبر، هذا الشباب المهلل؟ كيف كنا سنعرف من أمثال عبد الرزاق طلاس قائد كتائب الفاروق في حمص، وأمثاله كثير كثير؟ كيف كنا سنعرف مثل خالد أبو صلاح سلام عليه، وعبد الهادي، وكثير كثير؟ إنهم شباب مؤمن خرجوا من رحم اليأس. كيف كنا سنعرف أن فيكم هذه الروح الإيمانية يا شعب سوريا؟ لقد صقلتكم هذه الثورة، لقد قربتكم من الله كثيرا كثيرا، بعد أن عملوا 50 عاما على نزعكم من الإسلام ونزع الإسلام منكم. فإذا أنتم تعودون إلى أصولكم، إلى جذوركم، إلى عقيدتكم، إذا كله سراب، إذا بكل ما فعله خلال 50 عاما هؤلاء، ما فعله هؤلاء العصابات في سوريا، فإذا هو
يذهب سرابا. فيا شعب سوريا، أنتم على النصر، مع النصر على موعد. فكان لا بد من لهذا الليل الطويل، ليل طويل طويل، وقيود وعذاب وآلام وقهر وخوف ورعب وذعر وحقد أسود لم يعرف له التاريخ مثيلا. وظن هؤلاء أن الأمر قد استتب إليهم، وأن سوريا أصبحت مزرعة خاصة بعائلتهم وبطائفتهم، وأن شعب سوريا ما هم إلا عبيد عندهم، وأنها كل شيء في سوريا مباح ومستباح إليهم دون حسيب ولا رقيب. فالذعر والخوف والرعب هو سيد الموقف بالنسبة إلى شعب سوريا. فكان لا بد لهذا من نهاية. فخرجتم يا شعب سوريا، خرجتم تنادون بالحرية، تنادون بالعزة، تنادون بالكرامة. لم تنادوا لا بخبز ولا بشرب، لأنكم لا تريدون أن تأكلوا لقمة العيش مغمسة بكرامتكم، مغمسة بإنسانيتكم، مغمسة بحريتكم. تريدونها عزيزة كريمة، تريدونها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. أي أن يكون المؤمنون المسلمون الموحدون لله أعزاء كرماء، يأكلون بعزة، يأكلون بكرامة، يأكلون وهم أحرار، لا يأكلون لقمة عيشهم وهي مغمسة بكرامتهم وبإنسانيتهم وبعزتهم وبحريتهم. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستهزئ به هؤلاء أعداء الله ورسوله. فلم تطلبوا لقمة عيش، طلبتم الحرية، طلبتم الكرامة، طلبتم العزة. فإذا فرائس النظام تنتفض لأنكم طلبتم ما كان محرم عليكم، تريدون أن تشعروا بإنسانيتكم. فلذلك يا شعب سوريا أيها الأحرار، أيها الأبرار، عندما خرجتم تنادون بهذه الأمور كنتم قد خطوتم أول خطوة على طريق النصر. لأنكم والله لو خرجتم من أجل أن تأكلوا وتشربوا كالأنعام لتنطبق عليكم يأكلون ويشربون، يأكلون ويشربون ويتمتعون. إنهم كالأنعام بل أضل سبيلا. لا خرجتم وقد عادت لكم روحكم، عادت لكم إنسانيتكم. فمنذ أن خرجتم من أول يوم كانت ثورتكم قد خطت أول خطوة على طريق النصر، على طريق الحرية. ولذلك لما حاول النظام، لو أنكم خرجتم تطلبون الأكل، تطلبون العيش، لقضي على ثورتكم من أول يوم، ولبى لكم النظام وعلفكم كما يعلف الحيوانات. لا، ولكنكم شعب عظيم، شعب حر، شعب أبي. تريدون حريتكم، تريدون أن تستعيدوا دياركم، وقد مشيتم على الطريق وقطعتم المسافة الكبرى، فلم يبقى بينكم وبين أن ترفعوا راية الحرية، راية الإسلام، راية العزة، راية الكرامة. فوالله لا عزة لنا إلا بالإسلام، والله لا حرية لنا إلا بالإسلام، والله لا كرامة لنا إلا بالإسلام. وكل من يقول غير ذلك هو ضد حريتنا وضد كرامتنا وضد عزتنا. أتحدى كل من يقول غير ذلك أن يعطينا يوما فيه عزة بدون إسلام، أن يعطينا يوما فيه نصر نفرح به بدون إسلام.
ولذلك عندما سادت هذه الأفكار وسادت هذه الأيديولوجيات وحملها أعداء الأمة وتغطوا بها وكانوا جزءا من الحرب على الأمة وهم يهتفون بشعارات براقة انخدع فيها كثير من أبناء الأمة من الذين لا يعرفون الوضوء ولا يعرفون أن يقرأوا الفاتحة ولا يعرفون ما هو الإسلام. انخدع بهم بعض الجهلة، انخدع بهم الذين كانوا يريدون أن يقول عن أنفسهم، أعجبهم لقب التقدمي والثوري، وأنه تقدمي وثوري، وهو عبارة عن إنسان. لأن التقدمية ماذا تعني؟ التقدمية تعني أنه يتخلى وينكر الإسلام ويعادي الإسلام ويحارب الإسلام، لأن الإسلام هذا رجعية، فالإسلام عندهم رجعي. الرجعية تعني الإسلام، التقدمية تعني الحرب على الإسلام والتنكر للإسلام. ولذلك بدأوا يغرسون في أبناء الأمة هذه المفاهيم التي قادتنا من هزيمة إلى هزيمة، ومن كارثة إلى كارثة، ومن ذل إلى ذل، ومن هوان إلى هوان، ومن هاوية إلى هاوية، حتى جعلونا أضحوكة الأمم ومهزلة التاريخ. الكل يستهزئ بنا، الكل يتطاول علينا، الكل يبصق علينا صباح مساء. حثالة من حثالات البشر تغتصب أرضنا، تغتصب أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصرى محمد صلى الله عليه وسلم، ومليار ونصف مسلم في الأرض يتحكم فيهم هؤلاء الحثالات التي تغتصب فلسطين، وهؤلاء المسلطين على رقاب الأمة من دعاة الثورية، من دعاة التقدمية، الذين لا يعلنون الحرب على عقيدة الأمة وعلى الإسلام بمنتهى الوقاحة وبمنتهى الخسة والوضاعة. فهم لم يرفعوا إلا كل ذليل وخفضوا كل عزيز. إنهم كانوا حربا على الأمة لا هوادة فيها، يتواطؤون مع عدونا وفي نفس الوقت تجدهم يطلقون الشعارات. هؤلاء أصحاب الأيديولوجيات. فأنتم يا شعب سوريا لا ترفعوا هوية لكم غير هوية الإسلام، ولا شعار غير شعارات الإسلام، ولا هتافا إلا هتافات الإسلام، لأن الإسلام هو عزنا، الإسلام هو كرامتنا. نحن أمة صنعها الإسلام. نحن بدون الإسلام ليس لنا تاريخا، ليس لنا عزة، ليس لنا كرامة، ليس لنا وجود. نحن أمة ولدنا منذ أن نزل قول الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، الآن فاصل ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل. شوفوا الطفل يلي اندبح مثل الحمام، دمه كتب فوق الأرض لجلك يا شام. شوفوا الطفل يلي اندبح مثل الحمام، دمه كتب فوق الأرض لجلك يا شام. في درعا في بابا عمر بظهورنا خنجر غدر، في درعا في بابا عمر بظهورنا خنجر غدر، والدم عم يدفق نهر. والله حرام، والله
الخيم واسمع مواويل الألم بين الخيام. والله حرام، والله حرام. في كل طريق نار وقصف، موت ودمار، جوع وقتل، فقر وخطف، برض الديار. في كل طريق نار وقصف، موت ودمار، جوع وقتل، فقر وخطف، برض الديار. يا سوريا قومي اغضبي، كل الشعب شيخ وصبي. يا سوريا قومي اغضبي، كل الشعب شيخ وصبي. يهتف إلك شعبي الأبي، لأجلك يا شام، لأجلك يا شام، لأجلك يا شام. الشعب السوري يذبح، فماذا أنتم فاعلون؟ أنقذوا سوريا. السلام عليكم، نعود لكم مرة أخرى أيها الأحرار، أيها الأخيار، أيها الأبرار، وأيها الأطهار. إنني يا شعب سوريا أريد أن أبشركم بنصر الله القادم، فسنة الله في الظالمين لا تتخلف. فلو قرأنا تاريخ البشرية سنجد أن الله قد انتقم من الظالمين عبر التاريخ. وأكبر مصدر وأكبر مرجع لهذا هو كتاب الله العظيم، كتاب الله الخالد، القرآن الكريم، الذي قص علينا كثيرا من القصص التي فيها عبر لكل الظالمين. فالعاقل من اعتبر. ولذلك مهما يفعل النظام فسنة الله فيه لن تتخلف. فأنتم مثلكم يا شعب سوريا، أنتم مثل ثورتكم الطاهرة المباركة، كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. فثمرات ثورتكم الطيبة المباركة تحدثنا عنها في البداية، فهذه من دلائل أن ثورتكم هي مرعية برعاية الله سبحانه وتعالى، وأنكم برعاية الله وحفظه، وأن الله يتخذ منكم الشهداء. وهؤلاء الشهداء رغم ألم الفراق ورغم آلام الفراق، ولكنهم كما قال الله عنهم أنهم في جنات النعيم، إنهم عند مليك، إنهم عند الله في جناته. ولذلك مهما فعل حافظ بشار الأسد ابن حافظ الأسد لعنة الله عليهما، فالله سبحانه وتعالى يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول عن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ويسخرون كل إمكانيات سوريا الآن لقتلكم، لذبحكم، لإخماد ثورتكم، لتركيعكم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأما عاد فقد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ولذلك إن النصر قريب، فبالظالم بشار الأسد أصبح على وشك السقوط. وأقول لكم والله وأني أشعر بذلك، أشعر بأيام النصر ورياح النصر تقترب. والله إني كأني أراها بأم عيني. والله إني أشعر بالنصر القريب، وأشعر بمواكب النصر وهي تدج إلى دمشق، وأشعر بالرايات النصر وهي ترفرف فوق دمشق وفوق قاسيون وفوق كل مدينة وقرية في سوريا، وأشعر براية التوحيد مرفوعة خفاقة في كل سوريا. هذه الراية التي حوربت عبر 50 عاما ومنعت في سوريا حتى في السر ممنوعة، في العلن لو اكتشفت أنك تتلفظ بها سرا فيا ويلك. والله إني أشعر بالنصر قادم يا شعب سوريا، ولكن اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فالله معكم يا شعب سوريا. فأما عاد فقد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون؟ واستكبر فرعون هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فانظر كيف كان عاقبة في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إن بنيانك الذي بنيته يا بشار الأسد يا عدو الله، إن بنيانك الذي بنيته على جرف هار، والذي أسس على الحقد، أسس على الظلم، أسس على العدوان، أسس على جماجم الشعب السوري، سينهار فيك في نار جهنم. إن موعدنا الصبح، أليس الصبح قريب؟ سترى بأم عينك ذل نفسك في الدنيا قبل الآخرة، ستتحسر على نفسك في الدنيا قبل الآخرة، سترى ملكك وقد زال، سترى نفسك وأنت بين الشعب السوري ذليلا حقيرا مخذولا مدحورا. لا، لن يستسلم لك الشعب السوري البطل، لا، لن يركع إلا لله. يا شعب سوريا أيها الأبطال، أيها الأحرار، أيها المجاهدون، يا جيش سوريا الحر الأبي، أيها الكتائب المنضوية تحت جيش سوريا الحر الأبي، يا سلام عليكم، سلام عليكم. مزيدا من التكبير، مزيدا من الاستغاثة بالله. لا تستغيثوا إلا بالله، والله ناصركم، والله معكم، ثم أمتكم معكم يا شعب سوريا. مزيدا من الصمود، مزيدا، لن تذهب تضحياتكم هدرا، فالنظام يوشك
يوشك أن ينهار في نار جهنم، لن يصمد طويلا فقد أنهك وقد أتعب، وكتائبه بدأت تنشق عن بعضها، وكل الأخيار والأبرار بدأوا يلتحقون بشعبهم بأهلهم. ولذلك أقول لكم أننا على موعد مع المفاجآت في سوريا. ستحدث المفاجأة الكبرى، سنعود إلى سوريا أعزاء كرماء، ستعود أيها المشردون الذين شردتم من القتل يا شعب سوريا، ستعودون أعزاء كرماء، ستعودون إلى دياركم إلى بيوتكم، والنصر معكم والنصر حليفكم. والله أكبر والله أكبر والله أكبر. والسلام عليكم أيها الأحرار أيها الأخيار أيها الأبرار، ونحن مع النصر على الموعد والنصر قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري فجري